يعتبر المسجد العتيق في غرداية والمعروف باسم جامع تغردايت من المعالم الهامة في المدينة. تم بناؤه في القرن الثاني عشر وهو يقع في قلب القصر، ويتميز المسجد بتصميمه التقليدي الذي يعكس الطابع المعماري الفريد لمنطقة ميزاب. تفاصيل في الموضوع أقول مع إبراهيم طباخ. يعتبر المسجد العتيق بغرداية من أقدم المساجد في المنطقة، ممتد لقرون طويلة حيث يعود لأكثر من 1000 سنة. هو أقدم قصر في غرداية، ونحن الآن متواجدون داخل المسجد، وهو مسجد قديم تأسس بهندسة معمارية فريدة من نوعها، وهي هندسة بني بمواد محلية. وهناك تسقف، وقد وقع تسقيف هذا المسجد في العهد أحد من عهد المشايخ في القرن ال16. بني المسجد العتيق بوسائل بسيطة وتقليدية وتعكس التراث الثقافي والمعماري للمجتمع. وهنا نلاحظ أننا هنا متواجدون الآن في صحن المسجد. هذا صحن المسجد، ويوجد من وراء هذه الأبواب مصلى المسجد الكبير داخلي. وهنا نلاحظ أن المسجد أيضا يتمثل بهندسته المعمارية البسيطة، ولا نوحد زخارف ولا أي شيء. ومما لفت انتباه الكثير من المهندسين في العالم صومعته ذات 25 مترا بشكل مقاوم للرياح. وهنا من ميزات المسجد العتيق في قصر غرداية، هنا نجد أن المسجد العتيق تاع قصر غرداية فيه صومعتين، واحدة صغيرة وواحدة كبيرة. الصغيرة هي مع النواة الأولى في 1053، والصومعة الثانية في القرن ال16 عهد الشيخ محمد سعيد. أثناء كثافة السكان والفلاحين كانوا يفلحوا بعيدا عن المنطقة تاعها، وفيها 114 درج لأن عدد سور القرآن الكريم. يعتبر المسجد العتيق بغرداية من أهم المساجد في المنطقة نظرا لقيمته التاريخية والأثرية، لقدسيته الذي بقي صرحا شاهدا على حضارة المنطقة. مشاهدينا، أخبارنا متواصلة بعد فاصل إعلاني.